السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. من مدة كده عملنا فيديو اتكلمنا فيه عن 7 من اهم المواقع اللي ممكن نحتاجها كيو اي يو اكس ديزاينرز، والمواقع دي كان في منها بيقدم ايكونز وفي منها بيقدم illustrations. الفيديو بتاع المواقع ده الحمد لله ناس كتير جدا استفادت منه، وعشان كده زي ما قرأتوا في العنوان بتاع الفيديو هشارك معاكم النهارده مجموعة تانية من المواقع اللي بتوفر illustrations وايكونز مجانية. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وكمان ما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام، هتلاقوا اللينك بتاعه موجود تحت في صندوق الوصف. ويلا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا. في البداية كده خليني اقول لكم برضو اني مش متأكدة من النطق الصحيح لأي موقع من المواقع اللي هشاركها معاكم النهاردة، لكن الاسم بتاعهم هيظهر قدامكم على الشاشة قبل ما نتكلم عن المواقع دي. اول موقع هنتكلم عنه هو موقع اسمه ميني بيكسلز. الموقع ده هتلاقوا فيه الاتنين الاليستريشنز والايكونز، والاتنين كويسين جدا. هنروح هنا على الريسورسز هنلاقي فيه فري اليستريشنز وفيه فري ايكونز. هختار مثلا في البداية فري اليستريشنز. هنلاقي عندنا كده اشكال كتير جدا مختلفة نقدر ان احنا نستخدمها في تصميمات كتير، وطبعا من هنا ممكن ان انا ابحث عن مجال معين انا بصمم عنه، زي مثلا لو ببحث عن حاجة ليها علاقة بالتيم وورك هلاقي عندي اشكال كتيرة ليها علاقة بالتيم وورك اقدر استخدمها. كمان اقدر من هنا ان انا اختار كاتيجوري معينه. دلوقتي هي معموله على كل الكاتيجوريز، لكن اقدر ان انا الغيها واختار كاتيجوري معينه انا محتاجاها. بعد كده اقدر ان انا كمان اغير في التايبس. هلاقي اكتر من تايب هنا ممكن ان انا اغير بينهم. ممكن الغي الاول برضو وابدا ان انا اشوف كل تايب فيهم ايه الاشكال اللي بيوفرها. هرجع تاني بقى على اول، واخر حاجه هنا هنلاقيها هي الالوان بتاعه الاليستريشنز. اقدر طبعا ان انا اغير من هنا الدرجات بتاعه الالوان، كمان اقدر ان انا اغير اللون نفسه. ممكن كمان اخد الكود بتاع اللون كوبي من الملف اللي انا شغاله عليه واحطه هنا كده بحيث انه يطلع معايا نفس درجه اللون اللي انا محتاجاها بالظبط. دلوقتي تعالوا نجرب بقى ان احنا نعمل داونلود لصوره منهم. لو فتحنا اي صوره كده هنلاقي ان ممكن تنزلها اس في جي او بي ان جي. طيب ايه الفرق ما بين الاس في جي والبي ان جي؟ احنا شرحنا الفرق بين الاس في جي والبي ان جي قبل كده، لكن خليني بشكل سريع اقول لكم لو نزلناها اس في جي هنقدر نعمل فيها ايه، ولو نزلناها بي ان جي هنقدر نعمل فيها ايه. بالنسبه لو نزلناها اس في جي فاحنا هيكون عندنا تحكم كامل في الصوره، يعني هنقدر نغير كل جزء من الصورة، نقدر نحذف حاجات، نزود حاجات، نغير الألوان بتاعت كل جزء، يعني أصغر جزء موجود في الصورة نقدر إن احنا نغير الألوان بتاعته. لو نزلناها بقى بي ان جي احنا مش هنقدر نغير فيها أي حاجة خالص، فعشان كده لو هتنزلوها بي ان جي طبعا تكونوا متأكدين من الألوان اللي انتم مختارينها. الحاجة الوحيدة اللي نقدر نغيرها في البي ان جي هي الحجم، ممكن نكبر نصغر الصورة، غير كده لأ. طيب تعالوا ننزلها مرة اس في جي ومرة بي ان جي، وهنرفع الاتنين كده على فيجما. نخلي بالنا بقى من حاجة قبل ما اكبر كده الصورتين. لو انا جيت اكبرهم كده على طول هلاقي ان الصورة بتكبر معايا بالشكل ده، والطول والعرض بتاعها هيختلفوا، وبالتالي ممكن شكل الصورة نفسها تختلف واحنا مش واخدين بالنا. انما عشان اكبرها بشكل مظبوط، هي دلوقتي عندي الصورة معمولة 500 في 500، عشان اكبرها بنفس الشكل ويفضل الطول والعرض متساويين هضغط على كيف الكيبورد وابدا ان انا اكبرها. يعني مثلا لو رحنا وقفنا كده عليها هنلاقي شكل السهم زي ما انتم شايفين. هضغط على كي كده هلاقي السهم اتغير معايا بالشكل ده، وبعدين هقدر ان انا اكبرها هتكبر معايا الطول زي العرض بالظبط زي ما احنا شايفين كده. يعني دلوقتي الطول والعرض متساويين 2504 و2504. هعمل نفس الحاجة في الصورة التانية. طيب ايه بقى الفرق ما بين الاتنين؟ دي البي ان جي ودي الاس في جي. بالنسبة للبي ان جي لو ضغطت عليها كده فزي ما قلت لكم مش هنقدر نغير فيها اي حاجة خالص، الحاجة الوحيدة اللي نقدر نعملها نكبرها ونصغرها زي ما احنا قلنا. انما بقى الاس في جي هنا هنقدر ان احنا نغير كل جزء فيها زي ما قلت لكم. يعني خلينا نمسح كده البي ان جي مثلا ونكبر شوية الاس في جي. هنقدر نغير في الاس في جي كل حاجة، ممكن ان احنا نغير اللون بتاع كل جزء منها زي ما احنا شايفين كده. نقدر ان احنا نغير كل حاجة فيها، نقدر ان احنا نحذف اجزاء، اصغر الاجزاء الموجودة نقدر ان احنا نحذفها ونزود حاجات تانية. فده كده باختصار الفرق ما بين الاس في جي والبي ان جي. طبعا ممكن ان شاء الله في فيديو تاني نبقى نشرح اكتر بالتفصيل ايه هي الاس في جي وايه هي البي ان جي والفرق بينهم، لكن ده بشكل سريع كده لو نزلتوا الاس في جي هتقدروا تعملوا بيها ايه، ولو نزلتوا البي ان جي هتقدروا تعملوا بيها ايه. نرجع تاني للموقع بتاعنا. من هنا طبعا ممكن كمان نغير الصور ونعمل على طول داونلود اس في جي او بي ان جي. هنخرج بقى كده ونرجع تاني للريسورسز ونختار الايكونز. برضو هنلاقي ايكونز كتير جدا موجودة على الموقع هنا وكلها برضو فور فري. نقدر ان احنا نبحث برضو عن اي حاجة احنا عايزينها، نغير في الكاتيجوري بتاعتها. كمان هنلاقي هنا اكتر من ستايل، نقدر ان احنا نغير في الستايل ونشوف ايه هو المناسب للتصميم اللي احنا شغالين عليه. وبرضو كل ايكون من الايكونز دي تقدروا ان انتوا تنزلوها اس في جي او بي ان جي، ونفس طبعا الموضوع تقدروا ان انتوا تغيروا في كل حاجة في الايكون دي لو نزلتوها اس في جي. ده كده كان بالنسبة للموقع الاول اللي هو ميني بيكسلز، ويلا نشوف الموقع التاني.
موقع illustrations بقى هتلاقوا فيه اشكال كتير مميزه ومختلفه عن الاشكال اللي احنا شاركناها في الموقع اللي فات. طبعا تقدروا ان انتوا تنزلوا كل صوره فيهم او كل illustration فيهم PNG او SVG. كمان تقدروا ان انتوا تحملوا الباك كله او الجروب كله على بعضه، ومن هنا تحملوا داونلود كوفيد باك مثلا. لو نزلنا تحت كمان هنلاقي اشكال زي كده. الاشكال دي هنلاقي ليها باك جراوند، بس ده طبعا مش هيسبب لنا اي مشكله. يعني لو انتوا عايزين اي شكل من دول ممكن ان انتوا تحملوه SVG، وبعد كده لما ترفعوه على فيجما تقدروا ان انتوا تمسحوا الباك جراوند وتغيروا في الصوره زي ما احنا عملنا بالظبط، فالباك جراوند هنا مش هتسبب لنا اي مشكله. كمان لو طلعنا فوق كده تاني هنلاحظ هنا الزرار اللي هو داونلود اول، وداونلود اول هنا ممكن من خلاله نحمل كل الاليستريشنز اللي موجوده على الموقع. بالنسبه للخيار الاول هنا فهو موجود AI و SVG وال PNG، فهنا الملفات اللي هتتعمل لها داونلود هتظهر لنا بثلاث اشكال، اللي هو ال PNG وال SVG وكمان ال AI اللي هو الادوبي اليستريتور لو انتوا بتستخدموه. تاني حاجه بقى هو الفايلز اللي هي EPS. الفايلز دي برضو اللي هي الخاصه بالاليستريتور لو انتوا عايزين تنزلوها لوحدها من غير ال PNG وال SVG. واخر حاجه ممكن ان انتوا تحملوا فيجما فايل على طول، يعني الفايل ده يكون عندكم على فيجما. طيب تعالوا الاول نجرب ان احنا نعمل داونلود لاول واحده. هنلاقي الفايل لما ينزل عندنا هيكون بالشكل ده. هضغط كده كليك يمين عليه، بعد كده هختار الخيار اللي هو extract files. هيخرج معايا فايل تاني كده، هنلاقي موجود هنا فيه الاليستريشنز بتاعتي. لو فتحتها كده هلاقي موجود الملفات الخاصة بالاي اي والبي ان جي والاس في جي. طيب تعالوا نرجع تاني هنا وبعدين نضغط على جيت فيجما فايل. الصفحة دي هتفتح معانا، هنضغط على جيت كوبي، هيفتح معانا فايل زي ما احنا شايفين كده على فيجما. الفايل ده هنلاقيه موجود عندنا في الدرافتس، فتقدروا ان انتوا تفتحوه في اي وقت بعد كده. ولو جينا هنا للجزء ده بتاع الصفحات هنلاقي موجود هنا الكفر، هنلاقي موجود صفحة كمان لطريقة الاستخدام، هنلاقي موجود كل الاليستريشنز اللي موجودة على الموقع، وهنلاقي كمان الجروب الخاص بكوفيد 19 موجود لوحده هنا. طبعا كل الاليستريشنز اللي موجوده هنا هتلاقوها موجوده اس في جي، فتقدروا ان انتوا تختاروا اللي انتوا عايزينه منهم. تقدروا ان انتوا تحذفوا الباك جراوند بكل سهوله، وبعد كده تاخدوا الاليستريشن اللي انتوا عايزينه وتستخدموه في الفايل بتاع فيجما على طول. فكده انتوا عندكم خيارين، الخيار الاول هو ان انتوا تنزلوا الفايلز كده عندكم على الكمبيوتر زي ما احنا عملنا، والخيار الثاني تقدروا ان انتوا تفتحوا فيجما فايل وتبقى عندكم الاليستريشنز كلها على فيجما زي ما احنا عملنا. طيب في خيار ثالث كمان، وهو ان احنا نفتحها على هيئه بلجن عندنا على فيجما. يعني لو رحنا هنا وضغطنا على انستول فيجما هيفتح معايا هنا كده، هضغط على ترايت اوت، هنلاقيها اتفتحت طبعا هنا من البلجنز بتاعتنا. هنضغط هنا على رن وهنلاقي طبعا كل الاليستريشنز بتاعتنا موجوده هنا. اقدر ان انا بقى اختار اي واحده فيهم، وبرده هتبقى نازله كاس في جي، فتقدروا زي ما قلنا ان انتوا تحذفوا الباك جراوند خالص وتقدروا تعدلوا في الحاجات اللي انتوا عايزينها. فده كده بقى الخيار الثالث بالنسبه لكم، ان انتوا تبحثوا عنها على طول من البلجنز هنا، تكتبوا illustrations وبعدين تعملوا لها رن وتقدروا ان انتوا تستخدموها زي اي بلجن تانية بتستخدموها. تعالوا نرجع تاني للموقع بتاعنا. هنلاقي موجود المستطيل اللي احنا شايفينه ده ومكتوب عليه 3D ايكونز وموجودة دلوقتي فور فري، فهضغط عليه كده هيفتح معايا الصفحة دي. هلاقي فيها ايقونات كتير 3D كده، وتقدروا ان انتوا تحملوها كلها فور فري. طبعا مش هتقدروا ان انتوا تحملوا كل ايكون لوحدها، لازم ان انتوا تحملوها كلها على بعض. فهنطلع كده تاني ونضغط على داونلود اول، هنلاقي موجود فيها فيجما فايل، نقدر ان احنا نفتحها برضو كفيجما فايل، فهضغط عليها كده. هنضغط برضو هنا على جيتا كوبي، هيفتح معايا فايل هنا على فيجما زي ما احنا شايفين كده، وبرده الفايل ده هيكون موجود في الدرافتس عشان تقدروا ان انتوا ترجعوا له في اي وقت انتوا محتاجينه. هنلاقي موجود كمان الكفر والسبورت، وهنلاقي كمان هنا الايقونات بتاعتي موجوده في 3 اشكال، دايناميك وفرونت واي اس او. طيب لو انا ضغطت على الدايناميك كده هلاقي الايقونات كلها موجوده زي ما احنا شايفين كده، ايقونات كتير واشكال كتير جدا مختلفه. لو كبرت كده شويه عشان نوضح ايه الفرق ما بين الثلاثه، فدي كده الاشكال بتاعت الدايناميك هتلاقوها موجوده بالشكل ده. لو رحنا عند الفرونت كده وكبرنا برضو شوية هنلاقي الايقونات موجودة بالشكل ده، ولو رحنا عند اخر خيار خالص هنلاقي الايقونات موجودة بالشكل ده. فانتوا دلوقتي الايقونات موجودة عندكم ب3 اشكال تقدروا ان انتوا تستخدموهم، وكمان موجودة زي ما انتوا شايفين كده باكتر من لون واكتر من شكل تقدروا ان انتوا تستخدموهم. ولو رجعنا كده للصفحة اللي احنا كنا فيها تاني هنلاقي موجود هنا كمان خيارات تانية غير الفيجما فايل. هنلاقي موجود البي ان جي، ممكن تحملوها عندكم على الكمبيوتر زي ما عملنا، سواء دايناميك او فرونت او اي اس او كلهم موجودين. بالنسبة بقى للفايلز التانية فهي خاصة ببرامج ال 3D، نقدر ان احنا كمان نستخدم الايقونات اللي هي ال 3D من على البلجنز برضو بتاعت فيجما. فلو ضغطنا هنا على انستول فيجما هلاقيها اتفتحت عندي في البلجنز بتاعت فيجما، فهضغط على رن وبعدين اقدر من هنا بقى ان انا استخدم برضو كل الايقونات 3D، واقدر من هنا برضو اغير الالوان بتاعتهم زي ما كانوا موجودين في الفايل كده. ومن هنا اقدر ان انا اغير الدايناميك والفرونت والاي اس او. وتقدروا برضو من ملف فيجما على طول تضغطوا على الايقونة دي وتختاروا البلجنز هنا وتكتبوا ال 3D ايكونز، تبحثوا عن 3D ايكونز
وتقدروا تستخدموها كبلوجن هنا. فانتوا اختاروا برضو الافضل بالنسبه لكم، سواء كنتوا هتستخدموها من البلوجنز او هتعملوها داونلود او تكون في فيجما فايل. نرجع بقى للصفحه الرئيسيه بتاعتنا ونتكلم عن اخر حاجه موجوده في الصفحه هنا، وهي الايديت اللي موجوده هنا. هضغط كده على الايديت دي، هتفتح معايا الصفحه دي. من الصفحه دي اقدر ان انا اعمل اشكال 3D بنفسي واعمل لها داونلود. طبعا تقدروا تضيفوا الاشكال اللي انتوا عايزينها وتغيروا في الالوان، تضيفوا حاجات بقى وتحذفوا حاجات، يعني تعملوا اشكال 3D كامله لنفسكم وتبتدوا ان انتوا تنزلوها. لكن المشكله هنا لو انتوا عملتوا شكل مثلا 3D وخلصتوه وحابين ان انتوا تعملوا داونلود، لو جيتوا هنا وحبيتوا ان انتوا تعملوا اكسبورت كده، فهتلاقوا ان انتوا ممكن تنزلوه فري بالحجم ده. بس كمان المشكله بقى هنا ان انتوا مش هتقدروا تنزلوه من غير باك جراوند، لازم هينزل بالباك جراوند. عشان بقى تنزلوه من غير باك جراوند او تنزلوه لارج او ماكس او كده، فلازم ان انتوا تعملوا ابجريد طبعا هنا وتشتركوا في الموقع. لكن لو حابين ان انتوا تنزلوه عادي بباك جراوند، مثلا هتستخدموه في حاجه مش فارقه معاكم هو باك جراوند ولا لا، فممكن ان انتوا تحملوه عادي. ودي كده كانت اخر حاجه في الموقع ده. تعالوا بقى نشوف الموقع اللي بعد كده. الموقع ده برضو هتلاقوا فيه illustrations وايكونز مجانيه. لو نزلنا كده هتلاقوا فيه برضو illustrations كتير مختلفة عن المواقع اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. لو وقفنا على اي illustrations منهم كده هنلاقي ان احنا نقدر ننزلها SVG او PNG، والاتنين for free. كمان نقدر ان احنا نغير برضو الالوان بتاعة الillustration من هنا. لكن مش هيظهر معاكم اللون غير لما تختاروه، يعني مش زي المواقع التانية لازم الاول تختاروا اللون اللي انتوا عايزينه، وبعد كده بعد ما تخلصوا تضغطوا على done علشان تشوفوا شكل اللون ده عامل ازاي. يعني مثلا زي ما انتوا شايفين كده اللون اتغير معايا بالشكل ده. ممكن كمان اضغط على الصورة نفسها، بعد كده اغير من هنا برضو الالوان بتاعتها زي ما انا عايزة، وبعدين هضغط على done واعمل بقى داونلود SVG او PNG. وبرضو زي ما قلنا لو حملتوها SVG فممكن تغيروا الالوان دي زي ما انتوا عايزين تاني بعد ما ترفعوها على فيجما. وكمان لو رجعنا تاني من هنا هنلاقي موجود جنب الالستريشنز الايكونز، وهتلاقوا برضو هنا ايقونات مختلفة ممكن تفيدكم في اي تصميم هتعملوه. وده كان بالنسبة للموقع ده، هو موقع بسيط جدا مفهوش حاجات كتير نتكلم عنها. كمان الداونلود فيه سهل خالص، يا اما SVG او PNG كده بكل سهولة، فمفيش اي مشكلة فيه. ويلا نشوف الموقع اللي بعده. موقع كنترول من المواقع اللي فيها illustrations كتير حلوة جدا. لو نزلنا شوية كده تحت هنلاقي موجود أشكال من illustrations دي، وكمان لو كملنا تحت شوية كده هنشوف كمان أشكال مختلفة illustrations دي لو هنستخدمها على شاشات موبايل. هنكمل تحت كده هنشوف برضو أشكالها على المواقع. يعني ممكن لو احنا هنصمم موقع أو تطبيق ممكن ان احنا ناخد فكرة من الأشكال بتاعة الإليستريشنز هنا نشوفها مستخدمينها ازاي. هنكمل كمان تحت كده هنلاحظ ان في أكتر من ستايل. الموقع هنا بيقدم ستايلين، الستايل الأول الشكل ده، ولو ضغطنا هنا هنشوف الستايل التاني. اقدر اغير من هنا كده شكل الصور وبعدين اشوف الستايل بتاعها سواء كده او كده. وكل الصور التانية دي تقدروا برضو ان انتوا تشوفوا كل الستايلات بتاعتها، تغيروا الصور وتشوفوا الستايل بتاعها. هنكمل كده تحت شوية لغاية ما نوصل عند الداونلود. هضغط داونلود فور فري، لكن برضو الموقع هنا ما بنقدرش ان احنا ننزل الستريشن واحدة، بننزل الجروب كله على بعضه. فهكتب هنا الايميل بتاعي وبعدين هضغط فري داونلود. هيفتح معايا الصفحة دي، هنضغط على داونلود هنا، بعد كده هنضغط على داونلود تاني. الفايل اللي هينزل معايا برضو هيبقى فايل زي كده اللي هو الزيب فايل. فهضغط برضو كليك يمين وهعمل له اكستراكت فايل زي ما عملنا قبل كده. هضغط على اوكي، بعدين هفتح الفايل ده. هلاقي موجود هنا كده PNG، هنفتحه هنلاقي الصور كلها موجودة PNG، نقدر ان احنا نرفعها على فيجما ونستخدمها. كمان لو رجعنا كده هنلاحظ ان في فايل اسمه فيجما، لو فتحناه هنلاقي فيه فايلات فيجما دي. ازاي اقدر افتح الفايلز دي؟ هاخد اي فايل انا عايزاه وبعدين هروح على فيجما، هحط الفايل بتاعي كده بس هسيبه وهستناه لما يعمل import وبعدين هضغط done. هفتح بقى الفايل هلاقيه ظهر قدامي هنا، وهلاقي هنا موجود اكتر من illustration زي ما احنا شايفين كده بالستايلين اللي موجودين، وكل illustration في دول موجود برضو SVG مش PNG، فتقدروا ان انتوا تغيروا فيهم. وده كده كان بالنسبة لموقع كنترول. وتعالوا نشوف الموقع اللي بعده. الموقع ده بقى هتلاقوا فيه برضو illustrations كتير شكلها مختلف زي ما انتوا شايفين كده عن المواقع اللي احنا لسه متكلمين عنها. وفي الموقع ده هتلاقوا حاجات فور فري وهتلاقوا حاجات تانية بريميوم، هتحتاجوا ان انتوا تشتركوا في الموقع. لكن الحاجات اللي هي فور فري مش قليلة خالص، حاجات كتير هتقدروا تستخدموها. هضغط على get it now، بعد كده هختار اي illustration مثلا من اللي موجودين دول. هختار free with attribution وبعدين هعمل داونلود. لما اضغط على الداونلود هيكون في عندي اكتر من خيار، PNG ولا EPS ولا zip. طبعا احنا عرفنا الفرق بينهم، احنا عارفين ال PNG، وبالنسبة لل EPS احنا قلنا اللي هو خاص بالإليستريتور، وكمان الزب اللي هو بنعمل له extract زي اللي احنا لسه عاملينهم من شوية. هختار PNG. هحتاج ان انا يكون عندي account الاول في الموقع، فهنعمل account وبعدين نكمل.
هنفتح تاني الاليستريتور اللي احنا كنا فاتحينه، وبعدين free with attribution وهنعمل داونلود. هنختار PNG ونقدر نرفع كده الصورة على فيجما. بعد كده ممكن ارجع للصفحة بتاعتي دي تاني واضغط على فيجما هنا، او ممكن طبعا تضغطوا على البرنامج اللي انتوا بتستخدموه ايا يكن. فانا هضغط على فيجما دلوقتي، وبعدين هضغط على install now. هنضغط على try it out، وطبعا احنا عارفين خلاص شكل الصفحة دي لما نضغط على try it out بتفتح معايا البلوجنز، بتفتح معايا الموقع ده على البلوجنز. فهضغط على try it out، هضغط على run، بعد كده هضغط على السهم ده كده. بعد كده هحتاج ان انا برضو اعمل لوجن هنا، فهضغط على لوجن، وبعدين هضغط على grant access. بعدين هرجع تاني للبلوجنز بتاعتنا، هلاقيها فتحت. هلاقي عندي هنا بقى ايكونز، وهلاقي illustration، وهلاقي 3D وانيميشنز. لو مثلا اخترنا هنا الillustrations هضغط على الفلتر هنا وهختار الفري، وزي ما قلت لكم هتلاقوا اشكال كتير جدا في الفري هتقدروا ان انتوا تستخدموها. مثلا خلونا نضغط على اي واحده منهم، هيجيلي اكتر من اختيار برضو احملها PNG ولا SVG ولا small PNG. فمثلا انا اخترت SVG وهعمل insert. هلاقي الاليستريشن بتاعي ظهر هنا كده في الفايل، وهلاقيه نازل SVG. اقدر برضو ان انا اغير اي حاجه فيه او اغير الالوان بتاعت اي حاجه زي ما احنا اتفقنا. وكمان هتلاقوا حاجات فري في الانيميشنز والايكونز والحاجات دي كلها. فلو ضغطنا مثلا على الانيميشن هنا هنلاقي زي ما انتوا شايفين حاجات انيميشن فور فري تقدروا ان انتوا تستخدموها. هنضغط على اي واحده من دي وهنختار احنا عايزينها small GIF ولا GIF عادي. فهضغط هنا برضو كده. طبعا هي موجوده دلوقتي اللي هي GIF بس مش هتظهر معايا دلوقتي، لكن لو انا عايز اشوف شكلها يبقى عامل ازاي ممكن ان انا اعمل اي فريم كده، وبعد كده اخد GIF دي واحطها جوه الفريم. بعد كده هضغط هنا كده على present، وبكده نقدر نشوف من هنا GIF هيبقى شكلها عامل ازاي لو احنا استخدمناها في التصميمات بتاعتنا. نرجع تاني هنا، هنمسح دول خلاص. طبعا زي ما قلت لكم هتلاقوا فيه ايكونز فري وهتلاقوا فيه 3D فري، وبرده تقدروا ان انتوا تبحثوا عن البلوجن دي على طول من هنا. تضغطوا هنا برده وتبحثوا عنها بالاسم بتاعها، بالاسم بتاع الموقع، وبعد كده تعملوا لها رن وتقدروا ان انتوا تستخدموها من على فايل فيجما على طول. وبس كده، ده كان بالنسبه للموقع ده. وتعالوا نشوف الموقع اللي بعده. موقع illustration بقى من المواقع اللي فيها illustrations مميزة وكتير جدا. طبعا هو في منه فري وفي بريميوم، لكن الفري برضو كتير زي ما انتوا شايفين ده كله فري. لو طلعنا فوق هنا هنقدر ان احنا نبحث برضو على المجال اللي احنا عايزينه، ونقدر ان احنا نغير كمان الالوان. اللونين المستخدمين هنا نقدر ان احنا نغيرهم. ولو حبيت ان انا انزل اي صورة منهم اقدر انزلها SVG او PNG، والاتنين فور فري. وده كان بالنسبه لموقع illustration. هو موقع زي ما انتم شايفين كده بسيط مفيهوش اي حاجه، وكمان في illustrations كتير مختلفه اكيد هتحتاجوا منها وانتم بتعملوا التصميمات بتاعتكم. وكمان الميزه هنا زي ما شفتوا بنقدر نحمل الصوره SVG و PNG والاثنين فور فري. طبعا تقدروا ان انتم تشتركوا في البريميوم برضو، وممكن من هنا برضو تنزلوا illustrations اللي هي بتبقى جروب على بعض، لكن illustrations دي بتبقى بفلوس مش مجانيه زي ما احنا شايفين كده. وبس كده، تعالوا نشوف الموقع اللي بعده. موقع ستوري سيت بقى من المواقع اللي فعلا مميزة جدا جدا بالإليستريشنز اللي هي بتقدمها. الموقع ده فيه ميزات مش موجودة في المواقع التانية، هنشوفها دلوقتي مع بعض. أول حاجة كده لو نزلنا تحت هنشوف كل الإليستريشنز اللي موجود إليستريشنز كتير جدا مختلفة ومميزة. كمان هتلاقوا فيه إليستريشنز في كل المجالات زي ما احنا شايفين كده. كمان لو بصينا هنا كده هنلاقي فيه أكتر من ستايل موجود، ممكن إن احنا نشوف كل ستايل فيهم، هنلاقي الأشكال بتاعته مختلفة. فطبعا نشوف كل ستايل فيهم ونشوف ايه الانسب بالنسبه لنا وبالنسبه للتصميم اللي احنا شغالين عليه. بعد كده طبعا هنا هنقدر ان احنا نغير اللون بتاعنا، وزي ما احنا عارفين هنغير من هنا درجه اللون، وهنغير من هنا اللون نفسه. بعد كده الباك جراوند هنا عندي 3 اختيارات. الخيار الاول هنا ان احنا نخفي الباك جراوند خالص من الصوره. بعد كده ممكن ان احنا نخليها سيمبل زي ما انتم شايفين حاجه بس بسيطه موجوده، او نختار اخر خيار ده وهو بيخلي الباك جراوند موجوده بشكل تفصيلي اكتر وكل التفاصيل باينه فيها زي ما احنا شايفين كده. بس طبعا الباك جراوند هتلاقوها مختلفه من ستايل لستايل. يعني في ستايل مثلا زي الستايل ده مش هتلاقوا فيه الاختيارات اللي كانت موجوده في الستايل التاني، فكل ستايل هتلاقيه مختلف عن التاني. بعد كده هنلاقي فيه اكتر من تاج هنا ممكن ان احنا نبحث منه عن الحاجه اللي احنا عايزينها على طول. زي مثلا لو بحثت عن السوشيال ميديا فهلاقي اشكال ليها علاقه بالسوشيال ميديا كتير. تعالوا نرجع بقى تاني للصفحة الرئيسية. نقدر من هنا ان احنا نختار illustrations اللي هي الريسنت اللي لسه نازلة مؤخرا، او نختار البوبيولار، فدي برضو في ايدينا. تعالوا نفتح بقى اي illustration منهم. اول حاجة كده هنلاقي موجود اكتر من ستايل موجودين تحت هنا. يعني الصورة بتقدم نفس الفكرة لكن بستايل مختلف، فممكن ان انتوا تشوفوا كل الستايلز الموجودة. ممكن تغيروا رأيكم، مثلا يعجبكم ستايل تاني فيبقى قدامكم كل الستايلز كده وتختاروا منها. بعد كده لو طلعنا فوق شوية
اقدر ان انا برضو اغير الالوان من هنا، كمان اقدر ان انا اغير الباك جراوند من هنا. طبعا هنا هتبقى واضحه بالنسبه لكم اكتر. كده احنا خلينا مفيش باك جراوند خالص، ممكن نعملها سيمبل وممكن نعملها ديتيل. بعد كده موجود هنا اللايرز بتاعتي، هضغط هنا واشوف اللاير كلها. اقدر ان انا احذف اي لاير منهم زي ما انتم شايفين كده، يعني اتحكم في كل اللايرز اللي موجوده. بعد ما اخلص بقى كل حاجه هعمل داونلود للصوره SVG او PNG، وزي ما قلت لكم الاتنين فور فري. الحاجه التانية المميزه هنا هو ان احنا نقدر نعمل انيميت للصوره. لو انا ضغطت هنا على الانيميت هتفتح معايا الصفحه اللي انتوا شايفينها دي. الصفحه دي في هنا كده اللون برضو نقدر ان احنا نغيره زي ما احنا عايزين. بعد كده موجود كل اللايرز او العناصر اللي موجوده هنا، اقدر ان انا زي ما قلنا نحذف اي واحده فيهم او نظهرها. بعد كده لو انا حددت اي لاير من دول مثلا وليكن دي، هيظهر معايا هنا اكتر من خيار. لو ركزتوا على السله دي هقدر ان انا احركها كده باشكال مختلفه. هضغط هنا عشان يكون عندي اختيارات اكتر. ممكن ان انا اعملها انيميت باكتر من شكل زي ما انتوا شايفين. بعد كده اقدر ان انا اغير في الديوريشن والديلي بتاعتها. الفرق ما بين الديوريشن والديلي هنا، الديوريشن هنا هي سرعه الظهور بتاعه السله، يعني لو خليتها كده مثلا هتلاقوا السله بتظهر بسرعه جدا الانيميشن بتاعها. ممكن ان انا ابطئها اكتر من كده. لكن بقى بالنسبه للديلي، فالديلي ده انا عايزه السله تظهر بعد قد ايه، يعني الانيميشن ده هيبدا بعد قد ايه. انا عايزاه يبدا مثلا بعد 5 ثواني او 6 ثواني، فهياخد شويه عبال ما يبدا، وهكذا. دلوقتي هياخد اكتر على ما يظهر. فده كده الفرق ما بين الديوريشن والديلي. كمان اقدر ان انا اغير في دول. هرجع تاني الديلي دي كده تبقى سريعه علشان نقدر نشوف التغييرات اللي بتحصل. برضو من هنا تقدروا ان انتوا تغيروا كده في الانيميشن زي ما انتوا شايفين كده السله باشكال مختلفه. هنقلل برضو الديوريشن كده عشان تظهر معانا بسرعه. وهتلاقوا برضو هنا خيارات اكتر، ممكن ان انتوا تضغطوا هنا وتشوفوا الخيارات اللي موجوده اكتر. بعد كده برضو هنا هتغيروا في الديوريشن والديلي بتاعها. وطبعا اللي احنا عملناه مع السله ده هنعمله مع كل اللايرز اللي موجوده. اللاير بتاعه السله دي دلوقتي موجود هنا الحاجات اللي احنا عملناها، الانيميشن اللي احنا طبقناه عليها. هنغير بقى في كل اللايرز اللي احنا عايزينهم زي كده. وبعد ما نخلص بقى كل الحاجات اللي احنا عايزينها في الانيميشن هنعمل لها اكسبورت. لو ضغطنا هنا على اكسبورت هتظهر قدامنا اشكالها هتبقى عامله ازاي على الموقع وعلى التليفون، وكمان شكل الانيميشن بتاعنا. بعد كده بقى بختار نوع الانيميشن، وبعدين بغير الباك جراوند زي ما انا عايزه، اللون بتاع الباك جراوند. وبعد كده بغير هنا في السايز بتاعها، اغير السايز زي ما انا عايزه، وبعدين اعمل لها داونلود GIF او فيديو. طبعا لو انتوا شغالين على فيجما اللي هي فور فري فما ينفعش تنزلوها فيديو، لان لو نزلتوها فيديو مش هتعرفوا ترفعوها على فيجما. عشان ترفعوها فيديو لازم تكونوا مشتركين في اي بلان من البلانز بتاعت فيجما. فلو انتوا مش مشتركين في البلانز بتاعت فيجما الافضل ان انتوا تنزلوها GIF عشان مش هينفع تستخدموا الفيديو. فهنحملها كده GIF. هنرفع GIF بتاعتنا دي على فيجما. طبعا هي هتظهر عندنا هنا مش متحركة، لازم ان احنا نحطها في فريم وبعدين نشغل البروتوتايب بتاعنا. فانا مثلا هنختار اي فريم من هنا، نعمل فريم وبعدين نحط الاليستريشن بتاعنا فيه. بعد كده هضغط هنا، هيظهر عندي زي ما انتم شايفين كده شكل الانيميشن اللي احنا عملناه. فلو ظهر معاكم GIF بالشكل ده كده مش متحرك اول ما ترفعوه هنا، فهو مش هيتحرك معاكم هنا. لازم الاول تحطوه في فريم وبعدين تضغطوا هنا علشان تقدروا تشوفوا الشكل بتاعه هيبقى عامل ازاي. نرجع تاني للصفحة بتاعتنا. هنا طبعا بالنسبة للأكواد اللي موجودة هنا فدي خاصة طبعا بالبروجرامينج. فانتوا طبعا لو بتعملوا بروجرامينج فهنا بيسهل عليكم ان انتوا تاخدوا الأكواد كوبي وتستخدموها. بس كده خلونا نخرج تاني من هنا. طبعا ممكن ان احنا نعمل كمان من هنا ريست ونرجع كل حاجة زي ما كانت. وممكن ان احنا نضغط كمان هنا على راندومايز تجيب لنا أشكال عشوائية للأنيميشن، ونقدر من هنا نشغل تاني الشكل بتاعنا بحيث ان احنا نشوفه. وفي الاخر نعمل اكسبورت زي ما عملنا. وكده احنا خلصنا كلام عن الموقع بتاع ستوري سيت. هو من المواقع زي ما قلت لكم المميزه، والموقع زي ما انتم شفتوا كده فور فري، تقدروا تنزلوا من عليه اي حاجه سواء SVG او PNG او تعملوا كمان انيميشن وتنزلوه. وبس كده ده كان بالنسبه لموقع ستوري سيت. وكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان هو كان مفيد بالنسبه لكم. كل فتره ان شاء الله كده هنعمل فيديو زي ده نشارك فيه مواقع مختلفه ممكن تفيدكم كUI UX ديزاينرز. ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تضغطوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي هشاركها معاكم. وشكرا لان انتوا شفتوا الفيديو لغايه دلوقتي. اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.